ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ لو ما تعرفش فالدنيا ولعت بين كونر وحبيب مره تانية. هتقول لي ايه ده، هو مش حبيب معتزل اصلا؟ هقول لك اسمعني يا صديقي للاخر. من يومين كده صديقي حبيب عمل اعلان عن البتاعه اللي الدغستانيين بيلبسوها على دماغهم دي، وقال دي الارث بتاعي وبتاع عيلتي وبتاع والدي وشويه رغي كده. ويا صديقي الاعلان كان على منصه التليجرام. وطبعا يا صديقي كونر من يوم ما خسر من حبيب في الواقعه الشهيره طبعا، وحبيب عامل له خرم في دماغه حرفيا ومش عارف يفكر غير في حبيب. طلع يا صديقي كونر ماكريجور وقال لك انت بتعمل اعلان على حساب والدك الميت وبتخدع الجماهير بتاعتك وبتستغل عاطفتهم ان والدك ميت، وبتعمل اعلان على حسب كده، بتعمل اعلان على العاطفه بتاعه الجماهير وعلى والدك الميت، ودي حاجه غير اخلاقيه. طبعا الجماهير ما سكتتش وردوا على كونر، والموضوع عمل جدل كبير جدا جدا. وانا شايف ان كلام كونر منطقي بصراحه، وان حبيب طلع يعمل اعلان يلعب فيه يا صديقي على حته العاطفه ان والده ميت، ويقول ده الارث بتاع والدي اللي سابهولي. بس ده برضه نوع من انواع التسويق ومحدش يقدر يتكلم. ولكن يا صديقي اللي زاد الطين بله وشكك الناس كلها في حبيب فعلا، ان حبيب يا صديقي بعد ما المنتجات كلها اتباعت وكسب 4 مليون دولار راح مسح الاعلان وكأن حاجه ما حصلتش. هتقول لي طب وايه المشكله؟ هقول لك يا صديقي ان هو جذب الناس بالعاطفه ليه وقعد يقول والدي ومش والدي وفيديو مؤثر، وبعد كده ان هو يمسح الفيديو ده بعد ما الكلام كله يتباع، هو كده بيأكد لنا ان هو لعب علينا على العاطفه بس، وان الكلام ده كان مجرد اعلان يا صديقي، اللي هو خلاص الحاجات اتباعت وانا همسح الاعلان، انا مش محتاج عاطفتكم، انا كده كده خدت الفلوس خلاص. وكونر طبعا ما سكتش وطلع قال لك انا كلامي صح. وبصراحه يا صديقي للاسف انا المره دي هبقى في صف كونر مش حبيب. اكتب لي رايك في التعليقات. وبس كده اعمل لي فولو.